الهلال السعودي يرفع قائمته الآسيوية تمهيدا لخوض بطولة النخبة المسمى الجديد لدوري أبطال آسيا. الفريق الهلالي بقيادة المدرب البرتغالي جورج جيسوس أعلن قائمته المكونة من 30 لاعبا، بينهم 10 لاعبين أجانب، وعلى رأس هذه القائمة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا رغم عدم شفائه الكامل من إصابة الرباط الصليبي. الهلال يسعى للعودة بقوة بعد خروجه من نصف نهائي النسخة الماضية أمام العين الإماراتي. نظام البطولة الجديد يسمح بتعديل 5 لاعبين قبل أول مباراة، وبعد ذلك تصبح القائمة نهائية حتى نهاية الجولة السادسة. الهلال يبدأ مشواره في 17 من سبتمبر أمام الريان القطري في الدوحة. هل سيستعيد الهلال هيبته في البطولة القارية؟ تابعونا لمعرفة المزيد.